رسميا والدة كيليان بابي تؤكد رسميا انتقال كيليان بابي إلى ريال مدريد. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الميرينجي فضلا ليس أمرنا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. أكدت وسائل إعلامية إسبانية أن النجم الفرنسي كيليان بابي لا يفكر في العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، مبينة أنه اختار اللعب في ريال مدريد. وذكرت صحيفة ديفينسيا سونترا أن فايزة العمر والدة ووكيلة أعمال كيليان بابي وعدت رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن مسألة انتقال النجم الفرنسي إلى سانتياغو برنابيو محسومة. وقالت الصحيفة إن فايزة أكدت في حديث لها مع بيريز إنها لا تكذب أن بابي سينضم إلى الملكي، وأضافت أن التطورات التي حدثت في الأيام الماضية أسهمت في إمكانية تعاقد الريال مع الدول الفرنسي في فترة الانتقالات الحالية. وأشارت إلى أن وكيلة أعمال بابي ستتجه إلى تحديد باريس سان جيرمان إلى المبلغ المطلوب لرحيل نجم الفريق، في حال رفض النادي الباريسي استمراره في صفوفه دون أن يمدد عقده في حديقة الأمراء، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يرغب في خسارة خدمات كيليان بابي مجانا في الموسم المقبل.